بعد تاني اعتقد ان ساهم فيها بعض الاطراف لا داعي لذكرها. انما انا اتصور ان ايا كان المنافس عربي افريقي لابد ان منتخبنا الوطني يكون جاهز تماما ويعلم تماما ان 180 دقيقة وحلم المونديال عند كل مصري، فبالتالي لابد ان ولادنا يعيشوا قدر من التركيز يتناسب مع هذه المهمة. بالنسبة لو جاءت القرعة مع احد البلدان العربية الشقيقة، اعتقد ان المسألة يعني هتبقى مباراة في الآخر مباراة كرة قدم، ولا أظن أن الماضي سيتكرر بأي حال من الأحوال. وأنا على يقين تام أن مصر والجزائر أو مصر وتونس، وده وارد جدا أن ممكن المباراة تحمل أي أنواع العصبية أو الخروج عن النص. أنا أتصور أن يعني أنت هنا كوزير للرياضة، حتى إذا ما أوقعتنا القرعة غدا مع الجزائر أو تونس ستتفادى بكل السبل أنه يبقى في تغذية للعصبية والنعرات العصبية، يعني مش هتبقى موجودة أصلا، لأن زي ما بقول لك الجذور ما بين الشعوب دي يعني مسألة أكبر بكثير من مباراة في كرة القدم. ودليل على ذلك أن التقى الفريقين بعدها بشهور قليلة جدا في كأس الأمم 2010، ومصر فازت ب4 أهداف مقابل لا شيء، ودي كانت نتيجة تقيلة جدا. وبعد المباراة تصافح الفريقين بعدها بشهور قليلة جدا. ده يأكد لك أنها كانت أزمة مفتعلة وكان مبالغ فيها، وكان فيها أطراف للأسف يعني غالبا ما بتزيد أحيانا الأمور الصغيرة وبتوصلها لأعلى درجة.